اهلا بيكم معايا في فيديو جديد، والنهارده حابه اتكلم عن الناس اللي بتظهر اسوأ ما فينا زي ما بيقولوا. آم، كان عندي صديقه، والصديقه دي عندها ظروف عائليه معينه في البيت، وفي تحكم شديد من اخواتها اللي اصغر منها، الستات مش الرجاله. فهي البنت كيوت جدا وبنت رقيقة قوي، ومش بتحب المشاحنات والحرب وكل الحاجات دي. فطول الوقت هي في اواخر الثلاثينات، فطول الوقت هي متبنيه فكره ان هي تبقى راقيه وتبقى كيوت وتبقى لطيفه. ودايما بقى كانت بتسمع الكلام بقى اللي هو، او بتتحاشى اي نوع من انواع المشاكل عن طريق ان هي لا اما تتفاداهم تماما، لا اما ان هي تعمل اللي هم عايزينه. يوم ما يجي لها حاله من التمرد بتعمل اللي هم عايزينه، بس بطريقه غير مباشره. فالمهم الامر تطور ان هي كان لازم تستقل في جزئيه معينه في البيت. فبدات في ثوره ضدها، ازاي انت بقى هتخرجي بره هذا السياق، وبدات حرب شنعاء عليها. فهي بتقولي: مها انا مش عارفه اعمل ايه، يعني الاخوات الصغيرين، البنات، طبعا صوت عالي، طول الوقت منغصين عليها عيشتها. فبدات ان انا اقول لها: طب يعني ردي عليهم، طب مش عارفه اعملي كذا، طب اعملي كذا. تقولي: مها انا مش عايزه حرب، مها انا ما عنديش طاقه، مها انا مش حابه كل الكلام ده كله. فبدات ان هي مش قادره تاخد مواجهه. فبدا البنتين دول يبقوا اكثر شراسه عليها. يعني كل ما انت بتتراجع، كل ما اللي قدامك بياخد مساحات منك. حتى في الشغل عندها، يعني بدأت ان هي برضو تحس ان الناس مش بتعاملها، رغم ان هي طيبة جدا، احيانا بتعمل شغل اكتر من المطلوب منها. فبدل ما تاخد كلمة شكرا من المدير بتاعها، لا، بدأت ان هي تتلقى اللي هو: انت ما عملتيش ده ليه، لا المفروض تعملي دوا، لا انت مش عارفة كذا. وهي اوريدي يعني بدل مثلا ما يكون عندها 10 دقايق بريك، لا هي بدأت تشغل نفس، او يعني بدأ وقتها حتى البريك بشغل اضافي هي حطيته على نفسها، وفي نفس الوقت بقت تتحاسب على الشغل الاساسي والشغل اللي هو متطوعه فيه. فما بقاش حتى عندها اي وقت في اي حاجه ومفيش اي نوع من انواع الشكر حصل لها. فهي جايه بتقولي: ما انا مش قادره خلاص اعيش. قلت لها: ما هو انت اللي عايزه تعيشي في دور الكيوتنس، عايزه تعيشي في دور البنت اللطيفه، البنت اللي بتنجد الناس، البنت اللي مش عارفه ايه. دايما بتاخدي التقدير بتاعك والحب بتاعك عن طريق ان انت تيجي على نفسك. دي حاجة. تاني حاجة، بدأت ان هي كانت الامور واصلة لدرجة عالية جدا ما بينها وبين اخواتها البنات زي ما قلت، فاضطرت ان هي ترد. فلما ردت لقيت ان هم بدأوا يتراجعوا، ويتراجعوا بسهولة جدا. يعني اول ما ردت على طول اللي قدامها كش. فقالت لي: ايه ده، هو كان بمنتهى السهولة كده؟ هو قلت لها: اه كان بمنتهى السهولة. طبعا بعد ما خدت حقها وكده، هو عندها احساس بالحزن. فبقول لها: الحزن دوا لان انتي بتودعي النسخة الوحيدة منك اللي هي الكيوت. كأن النسخة دي، بصي يا جماعة، احنا كل واحد فينا متبني هوية معينة هي الغالبة على شخصيته. ده شخصيته الطيبة، ده شخصيته الجدع، ده شخصيته أي مكان بقى. يعني كل واحد عنده كده شخصية معينة، أو الكريم مثلا، أو إن هو مستوى عالي. فتلاقي طول الوقت هو عاوز يتصرف في جميع المواقف بالشخصية دي. الشخصية دي أنا ما قلتش إن هي ما تبقاش الشخصية الغالبة، بس تبقى غالبة مثلا بنسبة 60%. ونبدأ إن إحنا يعني نعمل مكان لبقية الجوانب الأخرى من الشخصيات بتاعتنا. يعني أنا مثلا واحدة طيبة، أنا واحدة جدعة، أنا واحدة جديدة، أنا واحدة غضوبة، أنا واحدة بدافع عن نفسي. أنا يعني عندي شخصية. أنا واحدة أساسا بترشد الاستهلاك. أنا واحدة أساسا ممكن أزعق للي قدامي لو لقيت إن هو يعني جاي عليا. فأنا عندي شخصيات كتيرة جدا جوايا، أنا ما عنديش شخصية واحدة. لما انا بتمسك بشخصيه واحده وافضل لازقه فيها كده، هو فبيظهر في احداثي في العالم بتاعي، بيظهر ناس
شديدي القسوة عليا. ليه؟ علشان ينزعوني النزع من الشخصية الكيوت. يعني انا لازقه في الكيوت ومثبته فيها قوي كده اهو، فدول قاعدين بيزدادوا قسوه وبيزدادوا عنف عليا علشان يشدوني من الشخصيه دي. فعشان يشدوني فكان لازم احداث كتيره وحشه جدا تحصل، وفي نفس الوقت كل ما انت تمسكت قوي بالشخصيه الكيوت دي، اللي هي احيانا بتكون كمان شخصيه طفوليه، يعني انت لسه عايز تبقى لسه صغنن، لسه البنت الضفاير اللي اهلها او اخوها الكبير او مش عارفه مين هما اللي بينظموا لها دنيتها. فلما الناس دي تبقى عنيفه جدا علينا، فاحنا بنبقى اللي هو ايه ده، انا هواجههم. طب الشخصيه الكيوت ما تقدرش تواجه، طب بتعمل ايه؟ لازم تخلع الشخصيه دي وتلبس شخصيه تانية. واحنا عندنا كل حاجه، يعني احنا عندنا كل حاجه، احنا عندنا الذكي وعندنا الغبي وعندنا القوي وعندنا الضعيف، عندنا كل الشخصيات. بس هو الحكمه ان انا اطلع فين امتى، يعني اطلع الشخصيه دي امتى، في انهي وقت، في انهي ظرف، في انهي زمان. فدي بتبقى هي الحكمه اللي ربنا بيديها لنا. المهم ان هي زي ما قلت لكم، حست بعد ما واجهت الناس دي، حست ب يعني حزن. فقلت لها الحزن ده لان في الشخصيه الكيوت ما بقتش هي المسيطره على المشهد، في شخصيات تانية طلعت. انت طول عمرك عايشه يعني عندها 36 سنة، طول عمرك عايشة بالشخصية الكيوت دي، لم تجني شيء. راحت كتير بقى يعني بتعمل ورش وبتعمل مش عارفة علاجات ايه وعلاجات ايه، لكن ما كانش في اي حاجة يعني بتنفعها. ليه؟ لان هي كانت معتمدة ان في حد من بره هيجي ينقذها، الكورس ده هيجي ينقذني، الثيرابيست ده هيجي ينقذني، الدكتور، الكتاب، الشخصية دي. طول الوقت هي معتمدة ان في حد هينقذها. فالناس ما بتنقذش يا جماعة، الناس بتديك ازاي تمشي وانت اللي بتمشي الطريق، لكن محدش اساسا هينقذك من نفسك، انت اللي مفروض بتغير الدنيا. فاحيانا كتير زمان لما كنت مثلا اتعصب، وانا شخصيه لحد ما يعني بحب الناس ودايما في ضحك على وشي وكده هو، فلما كان حد يعصبني كنت ابقى متضايقه جدا مني، ابقى متضايقه من الشخص، اقول ده طلع اسوأ ما فيا، ومتضايقه كمان مني لان انا طلعت الغضب ده. وكأن مها كانت عايزه تحتفظ بشخصيه واحده بس، الشخصيه اللطيفه، الشخصيه اللي بتضحك، اللي بتساعد. لكن الشخصيه الغضوبه، الشخصيه اللي بتقول لا لا انا خايفه. ليه؟ لان انا متمسكه، الشخصيه اللي هي اللطيفه دي هي خدت القبول من الناس، فما اقدرش ان انا ايه ده الناس هتشوفني بشخصيه تانية دي ممكن ما تتقبلنيش. فانا بحاول على قد الامكان ان انا اكون لطيفه في مواقف بيتطلب مني فيها الشده. خلاص. تاني حاجة يا جماعة، احنا لما بنبقى متمسكين بشخصية معينة، فاكرين ان الشخصية دي هي اللي هتعمل لنا قبول عند الآخرين، الآخرين بيركبوا علينا، يعني بيبدأوا ان هم يتسلطوا علينا، بيبدأوا ان هم يمارسوا الاجريشن بتاعهم، لان احنا بقينا فريسة بالنسبة لهم، وكل ده بيتم عبر الأثير. يعني انا ما بعلنش للي قدامي انا ضعيفة، تعالى استقوى عليا، لا، هو بيشمنا، الناس بتشم الطاقة بتاعتنا. فطول ما احنا اساسا متمسكين بحاجه واحده بس، بدنيا واحده بس، اللي قدامنا على طول بيقسوا علينا. هل انا بدعو ان هو هنا ان انا اكون يعني مش طيبه؟ بالعكس، انا قلت لها احنا مش بنعمل كده عشان بنكره اخواتنا، احنا مش بنعمل كده هو عشان نستعدي اللي قدامنا، احنا بنعمل كده عشان نعدل الميزان. وبعد ما بنعدل الميزان يا جماعه بنبدا ان احنا يعني احنا بنعمل كده كمان عشان خاطر اللي قدامنا، عشان خاطر اللي قدامنا يبقى يرجع تاني للبالانس بتاعه، بدل ما هو very aggressive، القسوة دي، الشدة دي، هو كمان مش في طاقته. وهتلاقي في ناس كتيرة عندها نفور منه. فأنا كأني بعدل الميزان وبرجع الشخص اللي قدامي اللي هو اللي ما بين قوسين يعني وحش، برجعه لطاقته، ان هو يعرف دنيته، يعرف مقامه، ان هو مش في كل الحاجات هيقدر ان هو يكون اجريسيف. يبدأ يتبنى كمان شخصية تانية جايز هو مش عنده. ما هو الناس برضو الاجريسيف دي هي ليه اجريسيف؟ لانها بتحمي نفسها. كل واحد تبنى شخصية معينة، ثانية واحدة،
كل واحد يا جماعة تبنى شخصية معينة، هو تبنى الشخصية دي عشان تحميه. انا من خلال اللطف بحمي نفسي، انا من خلال الطيبه بحمي نفسي، انا من خلال ان انا اكون اجريسيف وقاسيه بحمي نفسي. فكل الشخصيات دي هي جايه عشان بتحمينا، بس هي بتحمينا وبتبقى اكستريم بقى. انا ما قلتش ان احنا ما نبقاش طيبين، بس زي ما قلت مع مين وفين وامتى. الموقف اللي متطلب فيه شدة اكون شديدة، الموقف المتطلب مني رقة اكون رقيقة. حتى يا جماعة لما الواحد بيتنوع، شخصيته بتتنوع ما بين هنا وهنا وهنا وهنا، كمان الشخصيه بتبقى جذابه. انتوا عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى نمط واحد دي بتبقى ممله. يعني شوفوا الافلام مثلا بتاعت زمان، البنت الطيبه الكيوت مش عارفه ايه، دي بنت ممله اساسا، ما بتبقاش حتى اتراكتيف، ما بتبقاش شقيه، لانها نمط واحد، حاجه فعلا فيري بورينج. جسم الناس دي اللي هي بتتبنى قضيه واحده، هي بيبقى جسم ناشف، ما فيهوش اي نوع من انواع المرونه، خاصه بالنسبه للست اساسا، لان جمالها بيكمن في المرونه بتاعتها، مرونه جسمها، مرونه الشخصيه بتاعتها. هذه المرونه. الراجل اليانج اللي هو كده هو يعني جامد، الست فيها ليونه، فيها مرونه، فيها ان هي بتتاقلم على حاجات كتيره. ودي كل ما الانسان ازداد حكمه، كل ما الانسان ما بقاش متمسك بشخصيه واحده، ما بياخدش حبه من الاخرين عن طريق الشخصيه دي، فهو بيحافظ عليها، ما بياخدش امانه من الشخصيه دي، فعشان كده هو متمسك بيها. لان كل ما تمسكت بالشخصيه اللي هي اللي فاكر ان هي بتدي لك الامان او بتدي لك القبول لدى الاخرين، كل ما العالم بتاعك حواليك كان بيزداد قسوه عليك علشان يشدك، ينزعك نزع من الشخصيه دي، وتبدا توري انماط اخرى من الشخصيات. لان انا زي ما قلت احنا بنحتوي حاجات كتيره جدا. الناس طبعا الطيبه الجدعه اللي هي بتقابل بعنف او بتقابل بقلة أصل من اللي قدامها، هي كمان بتتبنى وعي الضحية. أنا ليه حصل معايا كده؟ هو أنا كنت طيبة وحصل لي، فوعي الضحية يعني ما بتاخدش بقى مسؤوليتها في ايديها، هي دايما عندها لوم على الآخرين. ليه؟ لأن هي أساسا يعني سايبة أمانها، سايبة قبولها، سايبة حبها أساسا إن هي تاخده من الآخرين، مش بتاخده من نفسها. كل الأمور يا جماعة بتدور في حلقة واحدة، إن إحنا نبتدي كمان إن إحنا نعرف إزاي نحب نفسنا. دول كانوا كلمتين مش وبس بتوع النهارده. يا رب الفيديو يعجبكم. لو وصلتوا لغايه هنا اهو في الفيديو، انا بتمنى ان انتوا تعملوا لايك. لو الفيديو عجبكم كومنت لطيف، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.